مساء الفل. النهارده هنتكلم عن المعضله الكبرى للشعب المصري، المواصلات في مصر. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. تأكد يا معلم ان انت لو هتركب اي مواصله في مصر غير مرتاح على الاطلاق ومعرض للشد العصبي للجذب. بدايه هنتكلم عن المواصله الاعظم، مترو الانفاق. في باب تطلع منه، باب تنزل منه، دي حاجه مستحيله هنتجاوزها لان مفيش امل فيها خلاص. طب الباب نفسه اللي احنا هنتشارك فيه ان احنا نطلع وننزل، يعني لو ما فيهاش اساءة ادب يعني ارجوك الناس تنزل بعد كده حضرتك تطلع، يعني مش لازم تدخلني معاك بقوه الدفع، خصوصا في المحطات التبادليه، الشهداء بقى، جمال عبد الناصر، اي محطه تبادليه مجموعه من الناس واقفه شايفين مجموعه من الناس عايزه تنزل، فهو لازم يخش بقوه الدفع ويدخلك مع اللي هو يا معلم تعالى كمل معايا الطريق، كمل معايا الرحله، شاركني، انت اصفر يالا من جوه، ما تشاركني رحلتي يا عم. هو انت مش معانا؟ هو انا قلت لك ان انا نازل معاكم؟ ايوه خلاص يبقى نازل معاكم، يلا يا رجاله. زقه عايز تنزل، فلو زقيته تلاقيه يعني بيرمقك بنظره كده اللي هو انت بتزقني وانا طالع، اللي هو يعني طب انا عايز انزل حضرتك، انا عايز انزل. نيجي بقى في نوع تاني جميل جدا، زحمه ومخنوق جدا ومفيش اي مكان، في محطه حضرتك عايز تنزل فيها يعني، فبتلاقي الشخص الجميل اللي واقف لا يبالي حاطط الايربودز او الهاند فري، تلاقيه واقف على الباب. في محطة تبادلية في ترس، يعني في حرب دلوقتي هتحصل، يعني في حرب عالمية هتحصل دلوقتي في محطة رمسيس، انا عايز انزل وفي ناس عايزة تطلع، فتلاقيه واقف، فخلاص بقى الباب، فانت بديهي اكيد الشخص ده نازل، فبتفاجئ ان هو مش نازل، فحضرتك بتقول له نازل، فبتلاقيه بيبص لك كده اللي هو بعرف ويعمل لك كده اللي هو بيتاخر 2 سم ويقول لك اتفضل. يا سلام، خش شوف الشعور اللي جوه. على اساس ان هنا في فدان الجبهه اليمنى بتاعت محمد هاني هو بيدافع، يعني في مساحه واسعه جدا ان حضرتك تعدي. في ناس طالعه طبعا بتدخلك بقوه الدفع وحضرتك عايز تنزل، فهو عمل ازمه، وكده كده في ازمه كبيره هتحصل، هو خلاها بقى ازمه ملهاش اي حل. طبعا في الشخص اللي هو برده بتلاقيه واقف في نص الطرقه كده سدد الطريق بشنطه كبيره جدا برده، اللي هو شنطه سفر، حرام يشيلها على جنبه كده او يوسع الطريق او يحطها تحت، لازم يحطها في النص، وبرده بيبقى حاطط الايربودز او الهاند فري وملوش علاقه باي حاجه، وتلاقيه واقف في مكان اللي هو مانع حد ان هو ياخد مكانه، وفي 2 مثلا حاضنين بعض يعني في علاقه عاطفيه بسببه، وتلاقيه بمنتهى البلاهه وانعدام بقى الوعي، تلاقيه بيرجع بيدوس على جزمتك، بيفرمها، بيعمل تاتو على الجزمه بالجزمه بتاعته، حاجه بشعه جدا. ولو انت قلت له انت دوست على الجزمه هتلاقيه برده متضايق جدا ومستغرب جدا، اللي هو يا معلم ما تستحملني، شاركني ايه يا جدع، ايه المشكله يعني. في موقف بقى انا اتعرضت ليه شخصيا، اللي هو البني ادم اللي هو بيعمل الكرسي كانه حق مكتسب او بيورثه، يعني بيورثه اللي بعده، تلاقيه قاعد طول الطريق، محطته جت، دلوقتي احنا قاعدين في المترو، المحطه بتاعته جت، قايم عايز ينزل، فتلاقيه بيبص كده تعالى حضرتك اتفضل اقعد، انت قاعد طول الطريق ما قمتلهاش ولا قمت له، انت بقى وصلت بيك البكاسه لدرجه ان انت بتورث الكرسي، دي حق مكتسب، بتختار مين اللي يقعد بعدك. احرق ميتين الانسان على الصبح يا شيخ. بيبقى في برضه طبعا جده الجميل، خيري بيه الجميل، الراجل السبعيني او ال65 طبعا بنشوفه كلنا في فتره الانتخابات بقى، الرئاسيه غير الرئاسيه، تمام، تلاقيه قاعد بقى بيرقص وما عندوش خشونه في الركبه وما عندوش شلل رعاش وما عندوش زهايمر، وبيبقى في منتهى الصحه والحيويه عشان يختار حاجه تضيع مستقبل اجيال يعني. استنى اهدى سعادتك، اهدى. بيجي بقى في الوقت ده في المترو مش قادر، عايز يقعد، وانت ازاي انتوا جيل كده ازاي قاعدين وانا واقف، بس هو التعب بيجيله في المترو او في المواصلات عموما. نقطه تانية برضو مهمه بقى هتضايق مجتمع النسويين تعبانين في دماغهم دول، الدنيا زحمه بقى، اللي هو الناس حاضنه بعض، في علاقات عاطفيه من كتر الزحمه. عربيه السيدات يعني الى حد ما فاضيه، الاماكن اللي بيتقعد فيها موجوده بس في مكان عربيه الرجاله اللي هو خلاص عارف انت المشهد بتاع بوشكاش وهو لازق في الازاز الاتوبيس، عربيه الرجاله كده. تلاقي السيدات واقفين هنا عربيه السيدات اهي، عربيه الرجاله اهي، تقوم جايه راكبه في عربيه الرجاله وسط هذه الزحمه اللي ما فيهاش يعني ما فيش اي امل ان انت تاخد اكسجين جوه، تلاقيها واقفه بتطقطق بتقفقف بتبص كده اللي هو تاخد مش عارف ايه الحيوان ده مش بيقوم لي ليه، وحضرتك عربيه السيدات هنا جنبينا بعربيه فيها مكان تقف فيه، بس طبعا انت عارفه هناك ما فيش واحده هتقوم لك، لا كبيره ولا صغيره سواء كان سنك، انما هنا بقى في كام واحد سمباوي هيقول لك اتفضلي حبايبنا. سواقين الميكروباصات ليهم كده اسلوب معين واتيتيود معين. موضوع الاجره ان هو بيغلي الاجره، يعني الموضوع ملوش علاقه بالبنزين او الدولار او اي حاجه، هو بيغلي الاجره مع اي حدث يعني على حسب المزاج،
فاهم؟ بشار الاسد وقع يغلي الاجره، احمد السيد زيزو وقع عايز ضربه جزاء يغلي الاجره. هيغلي الاجره ده مبدا، انت خلاص قدام يا صاحبي، خلاص قدام، خلاص قدام دي فاهم؟ لازم يستنى كده بنت بقى ست سنيوره كده قعدها قدام وما يدفعش الكرسي التاني، يولع سجاير ويشغل اغاني، هي كده خلاص تموتوا عشقا مترشمين يا جدعان. لازم يجي متاخر لما يكون في زحمه عشان بقى يلم رجل على الميكروباص. في بقى الشخص السخيف ده بيبقى راكب، تلاقي الدنيا زحمه وفيها 40,000 بني ادم وحرب اهليه اللي هو فاهم ثوره جياع على الميكروباص ده، يجي تلاقيه جاي راكب طالع قدامه قافل، خلاص قدام صاحبي، خلاص قدام ايه يا ابني؟ في 40,000 بني ادم، يعني مش وقت نزاهه يا كاريزما يا نجيب يا سويرس يا ابو هشيمه يا ستيف جوبز، الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك، يخرب بيتك، الله يخرب بيتك. عمرك ما هتكون مستعجل، عندك شغل لازم توصل مشوار ضروري، لو ما وصلتوش هيحصل حرب نوويه في العالم. السواق رقم واحد لازم يخش البنزينه، لازم يخش البنزينه، يتخانق مع زبون على الاجره، يتخانق مع سواق زميله على زبون اصلا، يا اما يخش البنزينه. ما هو انت لازم تتاخر يا معلم، هي الحياه كده. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.